التحق المئات من أبناء ريف دمشق الشرقي من الفارين والمتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم بقوات درع القلمون لتسوية أوضاعهم والمساهمة في الحرب التي يخوضها الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية. قوات درع القلمون هي عبارة عن تشكيل قتالي عسكري مدني أنشئ بطلب من أهالي مناطق القلمون ليكون قوي فاعلي ورديفي للوحدات المقاتلة في منطقة القلمون. تم إنشائها بأمر من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. استخدمت في معارك بدايتها كانت في القريتين وقدموا شهداء وجرحى وكانت الانتصارات واضحة، ومن ثم انتقلت إلى مناطق الضمير وحققت كذلك نجاح بالتعاون طبعا كقوة رديفة للجيش والقوات المسلحة. نتيجة الانتصارات والعمل اللي قاموا فيه قوات درع القلمون جاءت مكرمة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بخدمة جميع أبناء مناطق القلمون من مختلف الفئات، خدمة إلزامية، احتياط، حتى الفراري يتم تسوية وضعهم لصالح قوات درع القلمون العاملة كرديفة للقوات الموجودة في منطقة القلمون. وخلال فترة قصيرة انضم إلينا 400 مقاتل حتى تاريخه، والأعداد في ازدياد كل يوم يزداد العدد تدريجيا. وبدأنا بهذا الموضوع من حوالي 10 أيام، وكان في إجابة كتير كبيرة من أهالي المنطقة، والناس التحقت وداومت هلا بمناطقها وموجودة. والله بالبداية الناس كانت متخوفة، بس وقت شافت الناس التحقت وكل شخص بنفس الداعية راح سلم أوراقه ورجع فورا داوم بالمركز اللي هو موجود فيه، صار في حماس كتير كبير وصار في عدد كتير منيح. يعني هلا على مستوى المنطقة صار بحدود 400 مقاتل. تشكل عن المجموعات صار شي حوالي شهر، منطقة تواني ومنطقة حفير الفوقة وعكوبر، والحمد لله في إقبال جيد من الشباب، يعني اللي فارين من الخدمة أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وعم يلتحقوا عنا والحمد لله الأمور تمام يعني، والشباب مجتهدين لأنه يخوضوا المعارك. يعني نحن شكلنا بالأساس بدرع القلمون كتشكيل مدني، وخضنا معارك لقريتين وضمير ونجحنا الحمد لله ضد الإرهاب، وكرمتنا القيادة إنه العسكر أولادنا كذا يخدموا ضمن قوات درع القلمون لتحرير مناطقهم ما تبقى ولهجوم أي منطقة معادية. نحن جاهزين لأي معركة لحماية وطن وشيء وطن وأي شيء بيصير. أنا المجند وليد البني، كنت أخدم بالجيش وفريت منذ شي 2 سنين، هلا اجانا امر انه طلع القلمون، يعني انه بدون عفو نحن التحقنا نحن وزملائي، عم نخدم هلا بالفرقه الثالثه وعم نتدرب يعني هلا، والله الوضع كثير منيح يعني، والوضع ما في منه يعني كله منيح والله. انه ما سالونا يعني ليش وين كنت وين ما كنت، كله يعني كنا نحن 400 واحد جاي من قريه بدة يعني، وكل واحد يخدم بضيعته هلا، وهلا عملوا لنا مركز ببدة وبنخدم بس انه بالضيعه تبعنا يعني. مقاتل عبد المجيد، التحقنا من قريه بدة مع قوات الجيش مع قوات درع القلمون لحمايه بلادنا، بحكم انه رح نخدم ضمن مناطقنا وبلدنا. يعني اذا ما دافعنا نحن عن بلدنا ما حدا رح يجي يدافع عن بلدنا، لردع الارهاب والمرتزقه الخارجيين يدخلوا لبلدنا، ونحن جاهزين لاي مهمه بيطلبها منا الجيش، نكون رديفين له باي منطقه كانت، نؤدي واجبنا ونلبي نداء وطننا ونحمي ارضنا. عبد الرحيم محمد كللي من معربة، كنت فرار بالجيش وعملوا تسوية لدرع القلمون والتحقنا فيها وضبطوا لنا اوضاعنا كلها الحمد لله رب العالمين، وعم نتلقى التعليمات هون والتدريب واعادة تأهيل، وكلنا فدا الوطن. أيهم هيثم الكردي من منطقة القلمون. سمعت انه في تسوية امور للفرارية، فالتحقت تسوي وضعي مشان في صفوف قوات درع القلمون، مشان ارجع يعني لتحرير سوريا من الارهابيين والمسلحين. خالد شهاب الدين من منطقة جبعدين، دعيت الى الخدمة الاحتياطية، لبيت النداء وجيت على الفرقة الثالثة درع القلمون مشان ندافع عن الوطن تراب الوطن ودحر الاعداء ومقاتلة الارهابيين. اجوا لحتى يقاتلوا عن ارضهم وعرضهم. الوطن للجميع، ابنائه هن اللي بده يحرروا، هن اللي بده يطردوا الارهاب من هذا الوطن، ما في غيرهم. هن اكتشفوا انه المؤامره كبيره، بعد هالمضي 5 سنوات عرفوا انه ما في مجال غير انه هن اللي يحموا ارضهم وعرضهم. نحن عم ندربهم، اجى نحن بالبدايه في مجموعات اغرار دربناهم على الاسلحه الفرديه والاسلحه المتوسطه.
والرياضة واللياقة البدنية، استيعابهم للتمارين والتدريبات قوية. إن شاء الله نحن بالأيام الجاية رح يكون المستوى أعلى من هيك، ونتمنى نكون نحن الشباب هدول رديف للقوات المسلحة. قمنا بتسوية أوضاع في هذه البلدة، بلدة بدة 250 حرفيا، بينما متخلفين عن الخدمة الإلزامية، بينما احتياط، بينما في منهم ناس فارين والتحقوا. تقريبا صرنا تقريبا نحن ما يقارب ال10 أيام ونحن بنسوي لهم دورات بالقيادة يعني المختصة بمنطقة القلمون تحت أمرة الجيش بتسوية أوضاعهم، ويرجعوا عسكريين ويقاتلوا بصفوف الجيش العربي السوري. هلا نحن ثبت بالدليل القاطع انه لا خيار الا خيار الدولة، ولا خيار لتحرير هذه البلد ولتحرير المواطن من عبء هالأزمة الا عن طريق الجيش العربي السوري. واختاروا ابنائنا في بلدة بدة هذا الطريق ان شاء الله لتحرير كافة الاراضي السورية ولتخليص البلد من شر هذه العصابات الارهابية. انا المواطن محمود فارس خليفي من بدة الحبيبة. دفعنا أولادنا جميعا للانضمام إلى الجيش العربي السوري الالتحاق بالخدمة، لأنه المؤامرة كبيرة وقديمة على سوريا الحبيبة. وإن شاء الله رب العالمين بجهود الشعب والجيش سنمر من هذه الأزمة بخير وسلامة إن طال الزمن أم قصر مهما كلفت الأمر. هذه البلدة الوطنية وأسميها أنا جوهرة القلمون الفوقاني. القلمون كله أصبح بإذن الله ضمن حضن الوطن. عانت هذه البلدة من بعض التحديات الإرهابية، لكن أهلها شرفاء والوطنيين وبتعاونهم وتعاون كافة المؤسسات أعيدت هذه الشباب إلى حضن الوطن. نحن مبادرين له ومساعدين له حتى ندفع أهلنا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش لظروف معينة أنه ندفعهم للالتحاق بدرع القلمون، وهذا الدرع أنه يتواجد بالمكان ويدافع عن البلد. وهي البادرة الموجودة ببدة من شرفاء بدة ورفاقنا البعثيين الموجودين دفعوا برفاقنا العسكريين اللي هن التحقوا الآن. نحن جئنا اليوم ولاحظنا وشاهدنا بأعيننا هذا العرس الوطني، وأنا أقول إنه عرس وطني، لأن أهلنا الوطنيين في بلدة بدة التي عانت من الإرهاب، عانت ما عانته من الإرهاب، استطاعت بوعي أهلها الوطنيين أن يدحروا هذا الإرهاب التكفيري. وابن القلمون صار يخدم بمنطقة القلمون بقلب دير عطية والنبك وقارة ومناطق جرود عرسال ودير عطية، بحيث انه ما يطلع برا المنطقة. وفي شباب كانت متخلفة عن الاحتياط، في شباب كانت متخلفة عن الخدمة الإلزامية، في شباب كانت فرار نزلت إجازات وما رجعت على القطاع العسكرية. كله هذا انضم للمركز، وفي عدد كبير التحق فينا بهالمركز هون بدير عطية، وعملوا تدريبات مكثفة بالمنطقة هون، مشان إن شاء الله في نقاط بدنا ناخذها بجبل دير عطية الشرقي وبجبال الغربية وندافع عن هالمناطق كلياتها. أحمد سليم عبدو، تخلفت عن الخدمة تقريبا شي سنة، وجيت لهون على الفرقة الثالثة تسوي لي وضعي مشان أخدم ضمن ضيعتي. اسمي خالد عبد السلام من دير عطية. انطلقت 2012 على الاحتياط، رحت خدمت فترة ونزلت إجازة وما ضل فيني إرجاع، ضليت تخلفت صرت فرار. بعد فترة سمعنا بهي جينا تطوعنا الحمد لله. أو بدي أحكي باسم أهالي القلمون، يعني هاي القلمون هلا الشيء اللي عم نشوفه هلا هون بالنسبة للشباب اللي تطوعوا والشباب هلا اللي عم يلتحقوا بالجيش والمتخلفين اللي عندهم أي مشكلة. هلا صار مركز اسمه درع القلمون عم يستقبل هالشباب لحماية منطقة القلمون، المنطقة الشرقية بالإضافة للمنطقة الغربية، الجرد الغربي والجبل الشرقي.
واي واحد عنده اي مشكله كان برا بخارج سوريا بالخليج بيرجع لهون وبيسوي وضعه وبنستقبله من المطار. نحن بنروح بنستقبله بنرجع وبيختم عندنا في منطقتنا. اي شخص ما يخاف، يعني نحن بنطمنهم. وان شاء الله المركز هذا اللي صار الحمد لله هلا خلال 10 ايام مستقبل عندنا شيء بحدود 80 شخص، وان شاء الله باذن الله خلال كم فترة وجيزة حيكون العدد من فوق 300 شخص بإذن الله. هكذا هم السوريون يد واحدة، يثبتون حبهم لوطنهم ويقفون خلف جيشهم الوطني سياجا منيعا ضد الإرهاب العابر للحدود وداعميه من أعداء سوريا في مشيخات الخليج وتركيا وبعض الأنظمة الغربية. وها هم يجددون العهد بتقديم التضحيات في سبيل سوريا وعزتها.